بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن كيك الشوكولاتة. كمان هنعمل الكيك في الخلاط، وكمان هنعمل صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. دي كده الكيك بتاعنا، بصوا هش ازاي، وكمان طريقة في منتهى الجمال. المقادير بتاعتنا هتكون عبارة عن نص كوباية من الزيت النباتي مع معلقة كبيرة من السمنة، ويستحسن يكون الزيت من نوعية كويسة. كمان هيكون معايا كوباية من السكر وكوباية من اللبن، معلقتين كبار من الكاكاو الخام. هنا على حسب ما تحبي، سواء كان الفاتح او الغامق على حسب رغبتك. معانا 4 بيضات، معانا كيسين من الفانيليا، معانا كيس من البيكنج باودر. اول حاجة بنجيب الخلاط بتاعنا، بنحط فيه نص كوباية الزيت مع معلقة كبيرة من السمنة، معاها كوباية السكر، وعليها كمان كوباية اللبن. هبتدي ان انا اضربهم في الخلاط لحد ما احس ان السكر بتاعنا كده داب. هنا يا ريت كمان يكون الكوباية بتاعتك موحدة اللي هتستخدميها للدقيق وللبن وللسكر كمان وللزيت. هنا كده بعد ما اتضرب ببتدي انزل بالاربع بيضات مع كيسين الفانيليا، وهبتدي ان انا اضربهم تاني في الخلاط لحد ما احس ان كمان البيض بتاعي كمان اتضرب كويس وتجانس مع المكونات بتاعتنا. خلاص كده هبتدي ان انا اضيف معلقة كبيرة من الخل، ودي بتساعدني على هشاشة الكيك بتاعنا. وهنضيف المعلقتين الكبار من الكاكاو الخام. هنضرب كل المكونات كده في قلب الخلاط، نضربهم بقى ضربة كويسة لحد ما احس ان كل المكونات اتجانست كويس. يبقى كده احنا خلاص خلصنا كده المادة السائلة. خلاص نبتدي نركنها بقى على جنب. هيكون معايا كوبايتين من الدقيق، هبتدي انخل كوبايتين كده. كده احنا نخلنا الكوبايتين. هبتدي كمان اضيف كيس البيكنج باودر كله، وهبتدي ان انا انخله كويس. هنضيف كمان رشة بسيطة كده من الملح. بعد كده هنقلب كل المكونات دي الجافة عشان يتجانسوا كده مع بعضيهم. هنا بقى هنبتدي ان احنا نضيف المادة السائلة. هضيف نص المادة السائلة بالظبط، وهبتدي ان انا اقلب بقى المادة السائلة كده مع الدقيق لحد ما احس ان هما تجانسوا كده مع بعضيهم. نغرد كده كل الجوانب. انا مقلبة هنا بمعلقة عشان اوريكي ان العملية سهلة جدا، مش محتاجة حتى مضرب يدوي. هبتدي ان انا اضيف بقى بقية المادة السائلة، وهنديها تقليبة، وهي كده هتبقى سهلة معاكي كمان في التقليب. هبتدي بقى اقلبها كويس. الطريقة سهلة ومش مكلفة خالص. خلاص كده هي خلاص كده مظبوطة معايا اهي. دي مقادير مظبوطة فعلا للكيك بتاعنا. ببتدي ان انا اجيب الصينية واحط فيها كده هدهنها كده بمادة دهنية. هبتدي كده اديها مسحة بقى من الجوانب ومن الارضية بتاعة الصينية بتاعتك. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليها رشة من الدقيق، ونعفر الصينية بتاعتنا كويس بقى كده. لازم اعفرها كده من الجوانب ومن الأرضية. دي طبعا الحركة دي بتساعدنا على عدم التصاق الكيك بتاعنا في قلب الصينية. خلاص كده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة بالشكل ده. ببتدي انزل بقى بالكيك بتاعنا. طبعا بكون مشغله لها الفرن من قبليها، لازم الفرن بتاعك يكون حامي. بكوني مثلا مشغلاه على درجة حرارة 180 درجة. بحطها في الرف الأوسط. هي بتستوي في حدود من 30 ل 35 دقيقة على حسب حرارة فرنك.
بيكون بقى هنعمل الصوص بتاع الشوكولاتة بتاعنا، بيكون عبارة عن معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معانا كده نص كوباية من السكر ونص كوباية من اللبن ومعلقتين كبار من الزيت النباتي. هجيب بقى إناء وابتدي أنزل فيه بالسكر، الكاكاو واللبن وكمان معلقتين الزيت. هنقلب كل المكونات دول كده مع بعض كويس لحد ما احس ان هما دابوا، وابتدي ان انا احطهم على النار. هحطهم على النار مع التقليب كده المستمر كده على طول. كل ما هتبتدي ان هي تقعد على النار مع التقليب، كل ما هيبقى الصوص بتاعنا هيبتدي يتقل معانا. هدي كده تقليبه كويسه. بصوا يا جماعه، هو على النار ابتدى يتقل اهو. بصوا كل ما انا سايباه على النار بيبتدي يتقل. حلو قوي التقل ده. هبتدي ان انا اطفي عليه النار وهسيبه بقى لحد ما يبرد. هو كده حلو قوي. دي بقى الكيكه بتاعتنا هي استوت. ببتدي ان انا كمان اشوفها استوت، بحط فيها عود من الخله. لو طلع معايا العود نضيف يبقى هي خلاص كده استوت. وهي سخنه كده طالعه من الفرن على طول، ببتدي ان انا انزل بالصوص بتاع الشوكولاته. هننزل بقى بالصوص. هبتدي ان انا اوزعه كده على الصينيه. بعد كده هنزل ببقية الكمية بقى. هنسيب بقى الصينية لحد ما تبرد بقى خالص. بعد كده هبتدي ان انا اقطعها. دي كده خلاص بقى انا قطعتها بعد ما بردت وقدمتها في طبق التقديم. ده الشكل النهائي للكيك بتاعنا. مش قادره اقول لكم على الطعم، في منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا المقادير موجوده عندكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.